السلام عليكم كل متابعين قناه اعزائي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل والي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. موجودين النهارده عن ايه؟ موجودين النهارده عن عشاق السلاحف البريه او السلحفاه المصريه. موجوده فين؟ موجوده في منطقه عزبة سعد في حديقه حيوان اسكندريه، او موجوده في النزهه في منطقه عزبة سعد بجوار منطقه سموحه ومنطقه الحضره. مواعيد الدخول من الساعة 8 صباحا للساعة 4 بعد العصر. رسوم الدخول 5 جنيه للفرد ما عدا يوم الثلاثاء. زي ما انتم شايفين السلحفة البرية الصغيرة بنقول عليها فكرونة. الفكرونة الصغيرة غالية جدا هذه الأيام، ممكن تعدي ال1000 جنيه. اتمنى لو لسه ما اشتركتوش عندي في القناه اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزول اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. لو بنزل عندهم مية كمان شوية. امامكم الفكرونه الصغيره او السلحفاه البريه الصغيره. الاحجام اللي حضرتك شايفينها الاحجام الكبيره دي تعدي ال 1000 جنيه، 1200، 1300. اسعارها مبالغ فيها بسبب الممنوع حاليا صيدها او محرم صيدها حاليا. الفكرونه البريه بتاكل طبعا خس، بتاكل برسيم، بتاكل اي حاجه خضراء. احنا حاليا بكاميرا امام المدخل الرئيسي للنزهه او حديقه حيوان اسكندريه. منها بقى الى على الشمال في طبعا حيوانات، على اليمين حيوانات. مكان جميل جدا للتنزه. اكتر حاجه فيه حاليا مميزاه الاشجار والخضره. طبعا موجود كلب البحر، مكان سيد قشطه. ده كان زمان بيت سيد قشطه، حاليا كلب البحر. طبعا في حيوانات كتيرة حاليا مش موجودة في النزهة. الفيل مش موجود، الزرافة مش موجودة، الشمبانزي مش موجود. ولكن اللي ليه ذكريات في النزهة أكيد هيروح هيفتكر هذه الذكريات. القعدة هناك جميلة جدا تحت الأشجار. خد ولادك، خد أسرتك وروح غير جو في النزهة. وبعد ما تغير جو او قبل ما تغير جو ما تنساش ادعمني بلايك من اسفل الفيديو واشترك في القناه بعد اذنك. بخلاف الحيوانات في النزهه، طبعا القعده هناك جميله جدا، الاشجار المعمره. خد اولادك روح قضي يوم حلو هناك، هتتبسط انت واسرتك ان شاء الله وسط الاشجار الجميله المعمره في النزهه.